هي الكرة اصلا توفيق وعدم توفيق، بس لما يكون في عدم توفيق اعمل اللي عليك وموت نفسك، الناس هتسقف لك. صحيح. طيب التشكيله بتاعت المنتخب يا كابتن واللاعبين اللي موجودين وشكل الفريق نفسه، هل مختلف عن النسخه الماضيه او النسخ اللي قبل كده بالنسبه لشكل منتخبنا وطريقه الاداء اللي كان بيلعب بيها قبل كده؟ ده على ماتش النهارده ولا؟ احنا بنتكلم بشكل عام، سيبك بقى ماتش النهارده انا هتكلم فيه فنيا، لكن انا بتكلم كمنتخب مصر من خلال لاعبين عندهم القدرات الهجوميه ولاعبين يعني موجودين بشكل كويس، وانت قلت انت عندك في منتخب مصر لعيبه كويس جدا. بس هي المشكله ان مفيش. انت هترجعنا ليه نتكلم؟ خلينا نساند. حد قال لك ما تساندش؟ طيب هي المشكله ان انت مفيش سيستم بتلعب بيه، شخصيه بتلعب بيها. يعني انت عندك. طب مش يمكن عشان انت برضه ما قابلتش مباراه رسميه مع منتخبات كبيره فما بيبانش عندك الشكل لا ما انت بقى قابلت الجزائر وتونس. لا ماتش ودي ده ماتش ودي يا كابتن. ايوه ما هو انت بقى الاختبار الحقيقي هي الماتشات اللي جايه. وماتش الجزائر الحقيقه منتخب مصر كان كويس، هو ماتش تونس بس اللي كانت الدنيا متلخبطه شويه. ما احنا قلنا مش عايزين بقى، مش عايزين. ما هو هنرجع هنتكلم احنا ما انت بص الماتشات الوديه كلها انتوا بتقولوا بماتش النهارده 14 مباراه، طلع بتاع بلجيكا ده بره. تمام. لانك انت رايح يعني مستريح، وفرقه تلعب كاس عالم، وبرده زي النهارده كده اللعيبه خايفه على رجليها، واللعيبه مش عايز تطلع كل اللي عندها عشان في انديه بتتفرج او منتخبات كانت بتتفرج عليها تشوف طريقه لعبها، واخد بالك؟ فبرده ايه ده طلعه بره الحسبان. وانت عارف ان انت لما وانت بتلعب في الاهلي او منتخب مصر وبتلعب فرقه مع كل احترام ضعيفه، بيموتوا نفسهم قدامك. ده طبيعي طبعا، واخد بالك؟ فانت رحت طلعت احسن حاجه في ماتش بلجيكا، وهم ما بيلعبوش بالقدر اللي هو كله خايف، كله مش عايز يطلع مجهوده عشان ما يتصابش وما يروحش كاس عالم، لان كان قبلها بايام بسيطه. فده طلع الماتش ده. انت عندك 13 ماتش تاني. تونس عندها احلال وتجديد زيك، بل انت ما حللتش ولا جددت، واخد بالك؟ الجزائر نفس تونس عندها برضو بتعمل احلال وتجديد في الفرق، بدليل ان احنا لقينا لعيبه اول مره كنا نسمعها، واخد بالك؟ هم دولت نقول الماتشين اللي دايما بيبقوا صعبين على المنتخبات المصريه، حتى لو انت واقف على رجلك، حتى لو انت قوي قوي وبتلاعب تونس او بتلاعب المغرب او بتلاعب الجزائر، الماتش ده بيبقى له حسابات تانية. فتونس تكسبك 3-1 هنا على ملعبك، واخد بالك؟ وانت بكل قوتك الضربه هتقول لي لا بقى في لعيبه الاهلي ما جاتش، حتى لو لعيبه الاهلي كانت موجوده، لان انت مش واخد الشخصيه اللي انت تلعب، الطريقه اللي انت تلعب بيها، واخد بالك؟ انت بتلعب كل مره ب2 3 متغيرين، واخد بالك؟ بتلعب ب2 في نص الملعب، الاتنين شبه بعض، واخد بالك؟ بس في فرق يا كابتن من بدايات فيتوريا لغايه دلوقتي برضو الدنيا اختلفت في ايه؟ انا مش عايز اقول لك ان هو يمكن قبل كده كان كويس. انا هكلمك بجد بقى، يعني انت انا عايز منتخب مصر ده يبقى اقوى حاجه. اكيد كلنا عايزين منتخب، واخد بالك؟ وعلى فكره ده مش رايي، ده راي الراجل العادي. مع كل الاحترام، يعني مثلا احمد حجازي يلعب النهارده 90 دقيقه، هو كان هيطلعه ماشي، ده في الدقيقه كام؟ 80 لولا اصابه عمر كمان، وده برضو غلط. واخد بالك؟ انت دلوقتي ياسر ابراهيم ده احسن مساك الفتره الاخيره. النبي اصلا كابتن يدخله من البدايه، يعني هو دخل صدفه لولا اصابه اسامه. وده غلط ولا مش غلط؟ احنا كلنا كنا مقتنعين ان ياسر ابراهيم من افضل الناس اللي كانوا المفروض يخشوا. يعني ده الفتره الاخيره كمان ياسر ابراهيم معدي محمد عبد المنعم، حتى في التقييمات بتاعتنا هنا في الماتشات بتاعه كاس العالم وبتاعه السوبر كنا بنقول وبندي درجات لياسر ابراهيم لو تفتكر عاليه، لان في كورتين، مره في الشناوي هو اتحط رجله قبل الراجل لو شالها جون، الماتش الثاني اللي هو كان بتاع فيوتشر اللي الراجل اللي اتصاب فيها ياسر ابراهيم وخرج، ولا مش عارف ماتش السيراميكا، انا مش فاكر. صح ولا غلط؟ تقريبا. فاذا ان هو الفتره الاخيره عالي. طب ازاي ما انضمش وتروح تجيب ناس ما بتلعبش؟ يعني علي جبر ما بيلعبش في فرقته، حتى اخر 5-6 ماتشات ما بيلعبش. ولا هو بقى حب وكره، ولا هو ان انت بتحب ناس معينه؟